في مباراة بعنوان أكون أو لا أكون، وأنا أصلا راكبك نفسيا. الزمالك يتعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق ليفقد نقطتين في صراعه على الدوري. لعيبة الزمالك تستحق التصفيق، لعيبة الزمالك تستحق التحية، مش بس بسبب بذل الجهد طول المباراة، ولكن أيضا لكونهم استطاعوا العودة من بعيد في المباراة أو في ظل الظروف الحالية. الزمالك يبدأ اللقاء بخطة 3-4-3 تتحول في الحالة الدفاعية إلى 5-2-2-1 أو 5-4-4-5-4-1. عواد حارس مرمى، 3 دفاع: الونش، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق. ظهير يمين عمر جابر، ظهير يسار بنتايج. نص الملعب مكون من 3: دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد. في الهجوم زيزو وسيف الدين الجزيري. في حالة الدفاع تلعب 5-4-1، في حالة امتلاك الكرة تلعب 3-4-3، في حالة الهجوم بتلعب 3-2-5 قدام. بيصيروا نازل المباراة بتفكير لو ما فزتش او تعادلتش ما خسرش. بيلعب على الدفاع وفاتح خطوطه من الأظهرة عمر جابر في اليمين، بيلعب على كرة واحدة، باص من حسام عبد المجيد لبنتايج لعبد الله السعيد لنقل اللعب إلى الناحية الثانية عند عمر جابر، أو من ناحية شحاتة ودونجا لنقل اللعب إلى الناحية اليسار عند بنتايج. زي قدامك هنا بنتايج بيحاول يغير اللعب لناحية عمر جابر، لكن كانت تفشل في أوقات كتيرة وما تلعبتش يمكن مرة ومرتين بسبب الضغط المستمر على عبد الله السعيد من ثلاثي نص ملعب الأهلي، والسبب الآخر بضعف الباصات والتمريرات أو خطأ الباصات والتمريرات من دونجا اللي لا عارف يرفع الكرة اليمين لعمر جابر ولا واثق في نفسه إن هو يلعبها لليسار لبنتايج. فالتأخير والتفكير الخطأ عند دونجا بيخلي الكرة ما تتلعبش زي ما بيصير حابب إنها تتلعب على اليمين أو تتلعب على اليسار. في الشوط الثاني أخذ بيسيرو ريسك وقرر إن هو يخرج الأظهرة عمر جابر يمين، قال له زيد يمين، بنتايج قال له زيد يسار، مما أدى إلى هدف الأهلي. لو جينا بصيت لهدف الأهلي، من رغم إن حسام عبد المجيد عمل مباراة كبيرة لكن في خطأ مزدوج أو ثلاثي بين حسام عبد المجيد والونش وعمر جابر. لما تقدم عمر جابر، حسام عبد المجيد رغم المباراة الكبيرة اللي عملها إلا أنه عنده خطأ ساذج اللي هو بيفط على اللاعب اللي بتتلعب له الكرة مش بيقدر ياخدها، وبمعنى صح بيبيع نفسه. الونش بيجريش مع جيرادشار مهاجم الأهلي إن هو يقفل عليه الزاوية، إلا إن هو بيضطر أو بيحب إن هو يرجع لورا ويغطي لورا رغم إن وراه مدافع تاني اللي هو صلاح مصدق. الخطأ الثالث كان مع عمر جابر اللي هو ما خدش باله من بن شرقي اللي هو بيجري في ظهره، لان هو كان جاي من مشوار ضرب. طبعا لما بيصير قرر ان هو يزود اللعيبه بتاعته لقدام او يخليها يزق لعيبته لقدام خصوصا الاظهره. بعد الهدف قرر بيسيرو ان هو يعمل تغيير، نزل مصطفى شلبي ونزل ناصر منسي وقال لهم اطلعوا لي لقدام، لعب الفريق كله قدام، لعب بخط 3-2-5 وطلع دونجا لان دونجا كانت بساطه كلها غلط، حتى ما خط مكانه عبد الله السعيد اللي البساطه عنده افضل. من اول كرة لعبها مصطفى شلبي البنتايج، رفع الكرة عرضية ضربها زيزو بالراس، كانت هتدخل هدف لولا الشناوي. بالمناسبة مصطفى شلبي في المباراة دي مراحش خالص ناحية الخط، كان واخد على طول نص الملعب اليساري، وكان سايب الخط خالص لبنتايج ان هو يطلع ويرفع عرضية ويشكل خطر. فدي حاجة تتحسب لمصطفى شلبي ان هو مراحش وزاحم بنتايج على الخط، ساب بنتايج يلعب على الخط حتى الهدف لما سجل اللي سجله بنتايج. في كرة الهدف بعد 40 تمريرة زي ما شفنا، من الحاجات اللي ركز عليها بيسيرو طول المباراة قلنا اللعب لعمر جابر. لو بصيت هتلاقي عمر جابر هنا رافع ايده للي معاه الكرة بيقول له العبها لي انا لوحدي، لانه عارف ان بن شرقي ما بيرجعش يدافع. ولما الكرة اتلعبت لعمر جابر واضطر ان هو يضغط عليها من كوكا ورجعها مرة تاني، وزيزو طبعا كان الدور بتاعه ان هو يدخل لجوه بياخد معاه كوكا اللي هو ظهير النادي الاهلي، وعارف ان بنتاج ان بن شرقي مش بيرجع يدافع. لفت الكرة بعد 40 تمريرة حتى استطاع عمر جابر ان هو يغفل بن شرقي وياخد الكرة من خلفه ويلعب الكرة اللي جات هدف.
ملحوظات بسيطة لازم بيصيروا يعرفها. دونجا لازم يغير من طريقة لعبه سواء في البساط أو في التمريرات، لأنه بيضيع مجهوده وبيضيع مجهود الفرقة كلها. عمر جابر لازم يستغل الصعود مرة واثنين وثلاثة بحيث إنه هو بيعمل تمريرات كويسة قدام المرمى.